محترفة كتابة، ولا علم لي بقوانينها وفنونها وقواعدها، لكنها قصتي أكتبها بصدق. قد تحتل خيباتي وعذاباتي وأحلامي التي أريقت هنا وهناك، قد تحتل مساحة لا بأس بها، لكن لا يهم. سأكتب، سأبدأ الآن، ولكن إليكم وصيتي في حال مت. فأنا أحمل من يعثر على أوراقي أمانة أن يحرص على تسليمها للسيدة جمالات عبد اللطيف. هي كاتبة من بلادي، من ساكني القرية المجاورة لقريتي، وفي حال وصلت أوراقي للسيدة جمالات عبد اللطيف فأنا أحملها أمانة تبليغ حكايتي للعامة من دون زيادة أو نقصان. مسموح لك أن تصيغيها بلغتك، أما الأحداث ومواقيتها وترتيبها فلا يحق لك العبث بها. أنت هنا لست الكاتبة، أنت القابلة التي سألد مسيحي على يديها. هذه قصتي أنا، ليست قصتك، ولا من وحي خيالك. تزيدين فيها وتنقصين، تضيفين وتحذفين وتحذفين كما يحلو لخيالك. أعتقد إذا عرفتوا إن إحنا هنتكلم أو نتحدث عن بعيدا عن السماء. قبل ما انتقل لضيفتنا النهارده اللي هتناقش تتكلم عن بعيدا عن السماء، الأستاذة رضوى جابر. وقت في بداية الرواية وختمتي بنهاية الرواية وفي منتصف الرواية، طول الوقت إحالات إنك عايزة تأكدي إن دي قصة وصلتك وإنت مش من خيالك الشخصي. منتقل الأستاذة رضوى، صديقتنا اللي مشرفانا النهارده لأول مرة من اسكندرية. سعداء بيكي يا رضوى معانا، اتفضلي. أهلا بيكم. أهلا وسهلا. أنا سعيدة جدا إن أنا بشوفكم النهاردة. آه، يعني مش عارفة أقول إيه، متوترة جدا أصلا. توتر غريب. أولا أنا فرحانة بالموقع بجد. يعني أنا شايفة حراك ثقافي جميل جدا. جدا. فرحانة جدا إن أنا معاكم. مش عارفة أتكلم إزاي ودكتور مصطفى موجود، من كتر ما أنا اللي هو أنا متابعاه جدا وبحبه جدا ومش عارفة أتكلم اللي هو يعني إيه ده بقى، أنا هعمل إيه مش عارفة. أستاذة ميرفت، أنا سعيدة إني اتعرفت عليكي. دكتور سيد الوكيل، بجد أنا فخورة جدا إن أنا معاكم النهاردة، ومش هطول كتير في المقدمة. وأنا أنا قرأت الرواية وقرأت أعمال كتيرة للأستاذة جمالات. آه، قبل أي حاجة أنا بحسها ماما قوي. شبه ماما جدا في كل كلامها. يعني وأنا بقرأ الرواية كده اللي هو لا، ماما هي اللي بتقول لي الكلام ده فعلا. فهنتقل على طول للرواية. أنا قرأت رواية بعيدا عن السماء، وشعرت من أول مرة كده أنا فعلا بعيدة عن سماء الكاتبة. آم، بشكل جميل جدا خدتني الكاتبة في حكايات، في زمن، في أحداث أنا ما كنتش متوقعة جدا إن أنا أقرأ كده. يعني حاجة جميلة جدا بصراحة. أول حاجة لفتتني المقدمة اللي حضرتك قلتيها يا أستاذة ميرفت. انا فعلا فضلت طول الروايه، يعني في الاول انا قرات الروايه. الاهداء اللي كان موجود، ايه ده؟ ماشي، الاهداء عدى، طب المقدمه بقى ده حقيقي؟ ده بجد؟ وبرده زي ما حضرتك بتقولتي، هي طول الروايه عماله تاكد علينا ان دي قصه جايه لها. مش هي اللي كاتبه ده بجد. يعني مش حضرتك اللي كاتبه ده، طب دي قصه جايه. فلا، انا مش مقتنعه بده خالص، وعايزه اعرف برضو الرد من حضرتك اللي هتقوليه لاستاذه ميرفت بصراحه. اول حاجه لفتتني بقى في الروايه اللغه. حضرتك اتكلمتي بلغه سلسه جدا جدا جدا، مفهومه للقارئ العادي. ما كانتش اللغه صعبه او متكلفه زي ما بنقول. في حين بقى ان احنا بنتكلم عن مرأة، عن فتاة فجأة هنلاقيها هتتجوز اتنين. مش بحب يعني اسرد احداث الرواية، ولكن لا، احنا بنتكلم عن معاناة فتاة آه، بتعاني من انها ممكن تتجوز اتنين في نفس الوقت. فده كان غريب بالنسبة لي. كملت قراءة، نوصل بقى لوصف المكان. لا، المكان بقى جميل جدا. وصف المكان هنا كان مش هامشي، يعني احنا مش بنتكلم ان المكان حاجة والسرد حاجة. لا، هي مضفرة كل حاجة أكن المكان عنصر أساسي معانا، هو بيلعب الأحداث معانا، بتوصفه بشكل جميل جدا. وده خلاني أشعر إن أنا جوه الرواية مع الأبطال، شايفة المكان، حاساه، لمساه. ودي حاجة بالنسبة لي ما فصلتنيش عن الرواية أو عن السرد وأنا بقرأ.
انا مش بحب فكره تصنيف الاعمال، يعني دي روايه تاريخيه او دي روايه اجتماعيه او مثلا تميزت بطابع واقعيه سحريه، ولكن الروايه كان فيها شيء من الغرائبيه، وده كان ظاهر في شكل ان حضرتك جبتي سيره الجن والشيخ يعني ده كان موجود في الروايه. ف... فانا هبعد عن التصنيف، ولكن الموضوع انا حبيته بشكل جميل جدا وادى روح كده للروايه. آه، كمان الكاتبة يعني حسيتها متسقة جدا مع البيئة، بتدينا البيئة اللي هي عاشتها، فترجعنا الفلكلور الصعيد، العادات والتقاليد اللي بابا بيحكي لي عنها. اللي هو يعني بتفكرنا ان لا، لسه في فلكلور، لسه في عادات وتقاليد نرجع لها. ودي كانت جميلة جدا في الرواية كقارئ عادي او كشاب صغنن بيقرا رواية، فهيحب قوي ان هو يشوف الاحداث دي او يحسها، يعرف هو ايه اللي كان موجود. أم... معلش عشان بقرا بقى كمان الرواية، يعني لو بنتكلم عن المرأة او البنوتة اللي كانت هتتجوز اتنين، فكمان في قصة تانية جوه، فكأن الكاتبة في قصتين جوه الرواية وما اتفصلناش عنهم، يعني الاتنين متضفرين، وفي نفس الوقت انا عايزه ارجع لقصه البنوته هتعمل ايه، وفي نفس الوقت عايزه اكمل القصه التانيه. فكانت بالنسبه لي حلوه جدا. آه، كان في كمان تناص في الروايه، الكاتبه عملت تناص مع قصه سيدنا يوسف ومريم العذراء، ودي كانت جميله جدا برضو، وخصوصا ان احنا بنتكلم عن في شخصيه مسيحيه وشخصيه مسلمه في الروايه. آه، في بقى حاجة أنا بشوفها لما باجي أقرأ لأعمال كتاب، التفاصيل. إحنا وإحنا بنكتب يعني، والكاتب بيكتب رواية فبيبدأ يسرد تفاصيل، أحيانا إحنا بنحس التفاصيل دي ملهاش لازمة، أو تفاصيل كتيرة لو اتشالت مش هتأثر على الحدث أو على سياق الرواية، في حين بقى ان الكاتبة هنا عمل الفنان، اللي هو يعني امتى هيعرف يضرب بالفرشة بتاعته وامتى لا هيسيبها ويقف منبهر قدام اللوحة بتاعته. فالتفاصيل كلها جت موظفة، ما حسيتش بملل ابدا في الرواية. اللي هو ايه الجمال ده بقى، يعني برضو كل شوية هقول ايه الجمال ده. وبما ان انا كانت رسالة الماجستير بتاعتي عن صورة المرأة، فكان لازم أقول إزاي الكاتبة قدرت توصف المرأة نفسيا وجسديا بشكل مميز جدا. قدرت توصل لي الحالة الشعورية للمرأة بشكل جميل، فأنا حبيت ده جدا، وأنا مش قادرة أتكلم أكتر من كده على الرواية، لكن في دراسة طويلة، لو أنا اتكلمت وقريت من الدراسة هتبقى مملة جدا بصراحة. لكن أنا كنت كقارئ عادي حابة إن أنا أشكرك على الرواية الجميلة دي، وفرحانة إن أنا قريتها كقارئ والله، وبشكركم كلكم جدا. شكرا يا أستاذة ميرفت، شكرا يا دكتور مصطفى، شكرا، مبسوطة إن أنا كنت معاكم. شكرا احنا ليكي يا سعداء. رب، شكرا ليكي، سعداء بيكي فعلا معانا النهارده يعني. زي ما كانت الرومانسيه مغلفه كل ابداعاتك، والموت كمان تيمة أساسية ورئيسية في كل إبداعاتك، كمان الرحيل، كان للرحيل والهجرة أو البعد حاجة صفة مهمة أوي أو سمة إبداعية برضو في كتاباتك كلها يعني في مثلا في عزيز عيني، هنا صالحة لما كانت بتكتب لمسعود كانت بتتمنى في نطاق رسائلها إنها ترحل معاه لمكان جديد، يبدأوا حياة جديدة لما يعود بعد رحلة الهرب للصقر، زي ما كان بيحاول إنه بعيد علشان يجيب بندقية، او زي ما قال لها في البدايه انه بيجيب بندقيه علشان مش هيرجع لما يجيب البندقيه عشان ياخد بيها صار والده. وطول الروايه كانت بتراسله وبتحاول انها ترجع ومنتظراه علشان تروح هي وهي مكان تنأى بيه عن هذه العادات والتقاليد الصارمه. نفس تيمه الرحيل كانت في حبه الروح، البطل اللي كانت زوجته البحراويه الإخوة، فهرب بها إلى الصحراء في مكان بعيد عنهم. كذلك في بعيدا عن السماء مريم في النهاية بعد رحلتها الكبيرة جدا من المعاناة هربت لسيوة في أرض جديدة، تحاول إن هي تزرعها وتبعد بيها برضو تكون جنتها المنشودة. فتيمة الرحيل كأنها كتيمة رئيسية لمحاولة الهرب من واقع مرير سيطرت برضو على كل كتاباتك.
طيب ننتقل لنرمين دينيس وهترجعنا تاني لحكايات من نجع الطيبة. اتفضلي يا نرمين. السلام عليكم جميعا. الحقيقة عليك. يعني بنرحب تاني بالأستاذة جمالات وبأساتذتنا كلهم. مش عارفة ازاي هتكلم على حكايات من نجع طيبة بعد الدكتور سيد، بس يعني هحاول ان انا اقول قراءتي بس ليها، مجرد اللي انا حسيته واستشفيته من المجموعة. الحقيقة المجموعة دي من بداية من العنوان حكايات من نجع الطيبة وبين قوسين القديمة، لأن أنا لاحظت إن العنوان فيه كلمة القديمة وكأنها بتعني إن الحكايات من زمن فائت، ولكن لما هنقرأ القصص هنجد إن أثر هذه القصص موجود في زماننا لغاية دلوقتي. قد يكون الحدث نفسه قديم ولكن الأثر متكرر الحدوث. العنوان ومضفر بالإهداء، والإهداء كان شخصي جدا للابنة والأرواح الوالدين والأشقاء حتى زوجة الأخ الصديقة وإلى آخره. هذا الإهداء مع كلمة حكايات أضفت حالة كده من الألفة والحميمية لدى القارئ، وهو يعني يلج إلى المجموعة ويشعر كده. حسيت إن أنا تسللت إلى عالمها الخاص وكأني بقيت في البيت واتعرفت على العائلة وأقرب الناس. ده بيعمل حالة كده من الارتياح والألفة، فأصطدم بالتصدير، وما كانش اصطدام سيء، بالعكس كان اصطدام رائع جدا. قالوا أكثرت التأوه، قلت والحقيقة زي ما قال دكتور سيد إن بقدر ما هي بتحمل من إحساس بالوجع، لكن هي بتسبب أيضا الشعور بالراحة. كلنا نجرب ذلك، يعني لما بنطلق بتخرج يعني من صدورنا ما دق بها يعني. ومعرفش ليه افتكرت فيلم لعادل إمام لما كان في مشهد الختام خرج بالناس وقال وهم بيقولوا وراه، لمجرد ان هو ده اللي كان عامل لهم الكبت والأزمة كانت بسبب عدم إفراغ ما في الصدر، فقال لهم قولوا يعني فكرة انك هتقول هترتاح. بالتالي كان التصدير ده اعتبرته انا اشاره من الكاتبه، مش مكتوب كده، هو كان اشاره للوجع اللي مليان بيه او اللي مليانه بيه المجموعه. مجموعه كلها وجدنا الوجع فيها جلي واضح، بالرغم من جمال الافكار وحلاوه اللغه والحكي. خلينا نقول الحكي هو قص ولكنها حكايات، وهذا الحكي الرشيق الدقيق المشاعر تغلف كده وراه هذا الوجع وهذا الألم. كل قصص المجموعة منطوية على هذا الوجع الغائر في الصدور. زي ما قلت مهما مرت عليه السنين الوجع موجود. المجموعة انطوت على تيمات كتير، يمكن في تيمات رئيسية انبثق منها تيمات أخرى فرعية، كلها دارت حوالين حب. هذا الحب يفضي إلى موت، كثيرا ما وجدناه يفضي إلى موت، والموت ده كان كأنه الخلاص. يعني مثلا هنجد إن الحب جاء بصور متعددة: حب الحبيب، حب الأب الغائب، مثلا الأخت قليلة الحيلة، زي ما شفناه في أول قصة، لا تملك من حياة أو لا تملك حماية أختها حتى التهمها الذئب إلى آخره. يجيء الموت خلاص، يأتي خلاص. يا إما بقى إن البطلة نفسها تفر بنفسها من هذا العالم القميء الحزين بعد ما فشلت في تلوينه في قصة من أروع قصص المجموعة، وهي مساء الألوان المبهجة. هذه القصة من الروائع في المجموعة. الحقيقة القصص كلها جميلة، لكن في بعض القصص تضغط وتترك أثر من جمال الكتابة وجمال الفكرة وجمال اللغة. يعني مثلا الاستهلال، ولسه هتكلم عن ان الاستهلالات في المجموعة دي كلها كانت من أروع ما يكون. وأستاذة جمالات لعبت معانا لعبة كده اللي هي تحط لنا كأنها عاملة اقتباس أو فقرة كده استهلالية بسيطة، بتعمل لك إثارة كده وتشويق وتخليك تفكر وانت بتقرأ عشان تربط هذا. يعني مثلا اسمحوا لي أقرأ استهلال مثلا لمجموعة مساء الألوان المبهجة. تقول في لحظة واحدة كنت أريد أن أقرأه مش قدامي، لحظة واحدة ثانية. هو عن الألوان، يعني ممكن أقرأه في الختام عشان ما أضيعش الوقت. هذا الاستهلال الرائع جدا للقصة، وده موجود في كل القصص تقريبا، كان عامل حالة من التشويق ومن الجذب للقارئ وإعمال لعقله. فمثلا قلنا في قصة من أجمل القصص اللي هي قصة مساء الألوان المبهجة، البطلة تحاول أن تلون هذا العالم بعد أن يعني واجهتها الأحزان،
لكنها فشلت لأن هذا يعني سبب لها الاغتراب. فعندما فشلت قررت العودة إلى أعماق النهر، وهنا كان اختيار الموت، أو كان الموت خلاص من هذا العالم. عل الألوان تكون أجمل في قاع النهر. الفكرة هنا في خلاص الموت، أو إنها تقتل من يسبب لها القهر أو الألم، مثلا زي الزوج الوغد اللي أجبرت على الزواج منه كجزء من صفقة صلح وحقن لدماء الثأر في قصة مثلا الركض فوق هضاب الشمس، وغيرها من طرق الخلاص. هنا الموت كان فيه شيء من القوة حتى ولو كان التخلص من الحياة. أيضا المجموعة كان فيها ملامح أخرى، زي مثلا الميتا سرد. كان فيها شكل من أشكال الميتا سرد في أكثر من قصة. بنجد أن السارد بيتوجه بالحديث والخطاب إلى القارئ وبيشركه في الحدث وبيثير انتباهه وبيثير أيضا أسئلة حول العلاقة بين الخيال والواقع، وكأنه بيكسر الحاجز بينهم، وكأن القص هنا أصبح يتحدث عن ذاته. ودي كانت موجودة في قصص كتير، من ضمنها مثلا قصة غروب في منتصف النهار بتختم تقول: وبعد لعلكم تستبعدون ما أقول وقد تتهمونني بالجنون وأني أخلط بين الواقع والحلم والوهم والمعقول، أقسم لكم بأن الحق ما أقول. ده مثل، وده حصل في أكتر من قصة، حتى أنه في بعض القصص، في قصة من القصص قطعت السرد وتوجهت بالخطاب إلى المتلقي أو القارئ. أيضا من ضمن ملامح هذه المجموعة كان أن أغلب أبطال الحكايات كانوا أطفال. مريم مثلا وأختها في دماء على ثوب مريم، طفل الشمس الذي أراد أن يهدي أمه الشمس من فوق الجبل عندما يكبر في قصة غروب في منتصف النهار، الأطفال سارقي البيض الذين يقيدون به على الحلوى لأن أمهم لا تشتري لهم الحلوى في قصة معادلة، وإلى آخره. أغلب القصص الأبطال من الأطفال أو من البنات، فتيات أو كانوا صبيان، وده برضو أضفى حالة من التعاطف، جعلت القارئ يرتبط ويكون شديد التعاطف ومشاعره تهتز جدا مع القصص. أغلب أيضا هناك مشهدية عالية جدا أيضا في القصص بالوصف، وهناك تواجد للذاكرة السمعية. يعني هنجد مثلا استدعاء لموسيقى شهرزاد لتشيكوف، ودي كانت موجودة وحاضرة مثلا في المشهد في رقصة الموت، لما وجدنا شخص هذا الغريب يصفر بمحاكيا موسيقى شهرزاد بينما يترك الساردة، أو في قصة الركض فوق هضاب الشمس لما كانت هذه الموسيقى مشاركة في الحدث عندما حصل المواجهة بينها وبين الزوج الوغد الذي أجبرت على الزواج منه، فكانت تستمع إلى صوت الموسيقى، وكلما يرتفع الموسيقى تغطي على صوت هذا الزوج الهمجي الوغد. فكان موجود، وكمان الموسيقى العسكرية وجدناها في قصص أخرى، في قصة أخرى وهي تتحدث عن الموسيقى العسكرية والأغاني الوطنية، فكان صوت الموسيقى والذاكرة السمعية حاضر بقوة في القصص. أيضا أدب الرسائل، هنجد في قصة اللي هي يا عزيز عيني، وعزيز عيني حتى نفسها كعنوان للنص استدعت، خلتنا احنا كقراء نستدعي اغنيه سيد درويش: يا عزيز عيني وانا بدي اروح بلدي بكل ما فيها من شجن. هذه القصة من أدب الرسائل، وكتبت وبرضو ذكرتني برسائل حراج الجوت وزوجته فاطمة، أو فاطمة لحراج الجوت تحديدا، لأن الفتاة هنا في هذه القصة بتستدعي يعني مشاعرها وأحاسيسها للفتى الغائب الذي ذهب إلى العراق لمدة تزيد عن 10 سنوات بلا رجعة ولا تعلم عنه شيء، لكي يجمع لها مهرها، أو يعني يجمع أموال مهرها. ويمكن كان في القصة دي جزء يمكن أنا حسيته من يعني رهافة حس أستاذة جمالات، إن في الآخر جالها رد من الحكومة العراقية على إنه يعني إن هم اضطروا طبعا يفتحوا الجواب لدواعي أمنية، وإن هم تأثروا جدا بما كتبته، وإن هم استحسوا عنه ليجدوه قد توفي في أحد الغارات الأمريكية أثناء ما كان بيوزع البليل على الأطفال. فيعني ساعتها قلت يا أستاذة جمالات أكيد الحكومة الرسمية مش هتحس الإحساس المرهف بتاعك ده، ومش هتقول إن هم اتأثروا، لأنه بيبقى خطاب رسمي وأفتكر عاري تماما من العواطف، ولكن ده من فرط إحساسها بما تكتب، أو هكذا تريد أن يشعر الآخرون. الحقيقة أنا حاسة إن أنا هطول، وميرفت هتقولي دي مجرد مداخلة. الحقيقة في كلام كتير إن شاء الله أكتبه في قراءة، ويعني سعيدة جدا إن أنا قرأت إبداع حضرتك، وإن شاء الله هقرأ روايات كمان لأن أمتعتيني وأوجعتيني في نفس الوقت. شكرا جزيلا لحضرتك.
جدا والله، شكرا ليك يا حبيبي، كل كان لنا الشكر ليك. حوار النهارده على الهروب فيما يخص ابداعك والالم والوجع اللي سببته لنا كلنا يعني. بمناسبة حكايات من نجع الطيبة، فللجدة وحضورها الطاغي في جميع أعمالك، يعني ما في رواية أو مجموعة قصصية إلا ما للجدة دورها وحضورها بالفعل. يعني في المجموعة القصصية أشارت نرمين لحضور الجدة في حبة الروح، الجدة سنابل والاسم ومدلوله، اللي كانت لها مخزونها الكبير من الحكايات والحكم والأمثال. على سبيل المثال بتقول: من قلة الخيل شدينا الكلاب سروق، وهي بتنتقد اختيار البطلة لزوجها. أنا سعيدة جدا بقرايتي لإبداع حضرتك، ومداخلتي هي ممكن تكون امتداد واستكمال لكلام الأستاذة نرمين عن بعض القصص اللي اشتركنا ممكن يعني بالصدفة في قرايتها. طبعا بداية في اللغة حضرتك كانت متميزة جدا وبشدة، وأهم ما كان في اللغة عند حضرتك هو فكرة إنه الكاتب يقدر يكتب بيعبر عن المجتمع بتاعه الثقافي، ويرصد بعض المظاهر اللي هو لما هيمر الوقت على العادات والتقاليد دي، أو يجي مثلا جيل مختلف أو كده، هيقدر يشوف حاجات هو ما كانش عاشها أو يعرفها. دي كانت أهم ملامح وسمة حضرتك عملتيها ببراعة شديدة جدا، وهي قيمة حقيقية جدا في الكتابة القصصية لأي قص عموما. الكتابات كتير والحكايات كتير والخيال كبير لكل الناس، لكن بيفضل الشق الثقافي اللي بيعكس المجتمع اللي بيعبر عنه الكاتب واللي جاي منه الكاتب، واللي بيقدر ينقل منه العادات والتقاليد بتاعته، رؤيته للواقع الثقافي بتاعه، رؤيته للأطفال، للنساء، للتعليم، للسحر، للشيخ، للجن، كل القيم اللي في حياتنا واللي بناخدها بنتوارثها من المجتمع بتاعنا ومن الأب والأم والتعليم إلى آخره من الكلام ده. طبعا حضرتك عملتيه بهدوء و يعني كتابة هي أقرب اللي نقول كتابة رايقة، لأنها كانت فيها تركيز عالي جدا، فيها كل كلمة في مكانها، كل لفظة معبرة جدا. مفيش في القصص اللي أنا قريتها مفيش أي حاجة كانت زيادة، يعني كانت كل الكلمات في مكانها، وكل الكلمات بتعبر عن المضمون بتاع القصة اللي حضرتك بتحكيها. حتى لما كان حكي ما كانتش قصة بالمعنى القصصي، كنت كاتبة حكاية، كنت قايلة ده. يعني في وعي جديد من حضرتك في تناول الموضوعات، سواء هي قصة، سواء هي خيال، سواء هي حكاية، فده كان كل تحية والتقدير لده. استهلال القصة كله اتكلم عنه، أنا هتكلم عنه في كلمة الآه، لأن ده ميراث كبير جدا في ثقافتنا، في كمان في كل يعني الأغاني الشعبية، في جزء كبير من حاجات نجيب سرور، وأنا بحبه جدا، كان قال عن الآه. والآه كمان الجزء اللي كان لفت نظري إنه القصة زي ما كان فيها حزن، زي كان فيها سعادة، زي كان فيها ألم، كان فيها حب، كان فيها فقد، كان فيها وجد. والحقيقة إن إحنا يعني مصريين، وبالذات الصعيد، لان انا زرت الصعيد فتره، بالذات كمان الوقت الخاص لينا احنا، او كالعلاقه الحميمه في بيتنا، في ازواجنا، في اولادنا. لما بتعجبنا حاجه بنقول اه، لما نزعل نقول اه، لما نفرح نقول اه، بس طبعا كل واحده بطريقتها باللحظه بتاعتها. فطبعا كلمه الاه دي كانت هي حرفين او 3 حروف بقى لكنها كانت معبرة جدا عن كل اللحظات اللي بيتم اختزالها، وكل المعاني اللي مش بنقدر نتكلم عنها. حتى لو كنتي اتكلمتي على معاني كتير، فأنا متأكدة إن في معاني أكتر جواكي، وإن ديت هي اختصار لحاجات، لجملة. أنا كتبت حاجات، لسه في حاجات تانية هتتكتب. دي تعبير عن كل اللي مريت في القص دوت كتجربة، بكل تفاصيلها، بكل حزنها، بفرحها، بالألم بتاعها، باللي انت البنت اللي بتلاقي الحبيب بتاعها او بتفقده، او البنت اللي بتلاقي بديل للالوان، او
بتفقدها أو بتروح تجرب في مكان تاني. حتى عرض فكرة الموت كانت يعني اللغة عندك ليها خصوصية شديدة جدا. أم، القصة الأولى والست قاعدة قدام الفرن فبتقولي تشوب وجهها. حقيقي كلمة اللي متاخد منها أعتقد كلمة شوبانة بتاعة الأردن تقريبا، لما حد يكون حران أو فلسطين يقول شوبان. فمكتوب تشوب وجهها من الحمرة بتاعة الفرن. أم، أنا متخيلة الفرن ومتخيلة القعدة ومتخيلة الحر اللي بتتعرض له. كتير مشاهد كانت مهمة مش معروفة، بس بالحكي بتاع حضرتك هي وضحت جدا وقدرنا نلمسها وقدرنا نعيشها، وده كان جميل جدا. أعتقد كل لحظات الموت سواء اغتيال مريم أو البنت بالفعل كانت مقتولة أو اغتيال، هي مغتالة من قبل الذئب والقصة ديت، هي مغتالة بالفعل في حالة إنه أمها بتحمل، هي خلاص مكانها راح في حضن أمها، وقتها اختزل خلاص مجرد حمل الأم. طبعا دي حاجات خاصة جدا بالمرأة، ودايما يعني أنا بكون سعيدة لما بتكون الست بتقدر تعبر عن حاجات خاصة جدا ما يقدرش يعبر عنها مساحات خاصة جدا بالست، ما يقدرش حد يعبر عنها من أي راجل. زي اللحظة اللي هي بتاعت الطفل لما بياخد صدر أمه وهما الاتنين بيروحوا في النوم، دي ما حدش هيعرف يعبر عنها زي ما قلتيها. البنت اللي أول مامتها حملت اغتيلت طفولتها، لأنه خلاص هي بتتمنع من الرضاعة، بتترمي على الأخت الأكبر تروح بيها في أي حتة، لأنه خلاص هي كده كده كانت ميتة. فسواء الذئب أكلها أو ما أكلهاش أو أكلها دلوقتي أو الحياة هتاكلها بعد كده، فهي خلاص هي ماتت بمجرد حمل الأم بطفل جديد وانصراف العالم لهذا الطفل والاهتمام بيه. وبعد كده حسيت ان كل المجموعه القصصيه هي ما هي الا قصه واحده، وده كان ترابط شديد جدا وجميل جدا. حاله الموت للام، حاله اشتياق الطفله، حاله بحث الطفل عن الوان جديده تخصها، ورفض المدرس المعلم، ورفض الشيخ لأي اختلاف للفكر واغتيال أي فكر. وأنا متخيلة طبيعة التعليم في الصعيد، ومتخيلة إزاي كمرأة بتفكر وبتدور على الاختلاف وبتدور على حياة جديدة، إزاي المجتمع بتاعها هيقابلها بهذا العنف والشدة، إنه أنت أحلى من ألوان ربنا. وتأويل الجملة دي كانت خطيرة جدا في مكانها، لأنه بيبين تأويل الناس لفهم الطفل أو لفهم الكاتب أو المبدع، وكأنه بيردك إلى الصواب ويرد الأفكار للخط المستقيم اللي لازم كله نفس الشكل ونفس زي ما بيقولوا كده نفس القطعية، ما يكونش في حد مختلف، إنما الاختلاف بيقابل دايما بالعنف. فالبنت بكل براءة بتدور على في قلب النهر. في قلب النهر هنا ممكن تكون اتشافت موت، بس أنا شفتها إن هي مش هتستسلم، وإن هي عمق جديد هتروح له، إن هي مش هتستسلم للحياة اللي هي السطحية أو للكلامهم الزائف. لأنه بعد كده أكدتي بنفس القوة، لو جالك بشكل جني ما تلتفتش ليه، ولو جالك بشكل قديس أو بشكل شيخ ما تسمعلوش. وكأن الثلاثة لما نتأمل في مجتمعنا الثلاثة بيكون كلامهم قليل جدا. بسمع حكايات عفاريت كتير من ناس حلمت أو ناس بتتكلم أو كذا، بيكون كلام واحد بس، أو الحركة اللي حضرتك قلتيها دي يعني ده تقريبا حلم جماعي، انه الصوت بيتحاش وما بيقدرش يعبر وما بيقدرش يحمي طفل او بيحمي نفسه، بيقف امام قوه اكبر اللي هي قوه العفريت، بتكون هو قوه الانسان بتختزل او بتبقى اضعف منه دايما. طبعا من الرصيد الثقافي في عقلنا انه العفريت ده قوي وكذا وكذا. وكلام مثلا السحرة او القديس او الناس اللي هي الامام، اللي هم الناس اللي بتبقى حافظه الكلام، فعلا بيقولوا كلمتين ثلاثه فكلامهم بيبقى قليل جدا. فالعفريت كلامه في الحلم بيكون قليل، انا ما عرفتش الحقيقه بس اعرفه يعني سمعت عنه في الاحلام. العفريت او الجني والشيخ والقديس او كذا، او القوه او السلطه اللي بتحجم اي بني ادم،
لا يستطيع الحوار، لا يستطيع التواصل، لا يستطيع الحديث لطفل، بالاخص الاطفال، لان الاطفال اكثر شفافيه واكثر فطره واكثر براءه، ان هم بيكون عندهم الكلام بدون حدود، بدون تفكير، فبيكون اقرب للصح. بفسر انه معظم القصص كانت للاطفال، لان الاطفال هي المستقبل، هي روح الحياه، هي الجمال الحقيقي، هي الافكار، هي الابداع، هي الى اخره من كل المستقبل اللي حضرتك بتتمني يكون موجود. بخفه الدم بتاعه الاطفال اللي هم سرقوا البيت، وباباهم هو اللي طلع الغفير ومسكهم واخد البيت بتاعهم. دي كانت ظريفه جدا. ولا وبعدين وسيله المواصلات وهم راكبينها رايحين جايين بتاعه النخله، فدي ظريفه جدا يعني. جريده النخله دي واخدينها هي مواصله وسريعه بقى، عشان انت عارفه جريوا بسرعه فركبوها. فكانت لمحه يعني خفيفه الظل من حضرتك جدا. دفتر الاحلام هي طبعا اجمل وصيه اتكتبت، وانه كل واحد قدامك الحياه، دفتر احلامك هي حياتك، لانه دفتر احلامك هو ما تحط عليه كل ما تشاء من كل افكار وكل حياه وكل ثقافه انت عايز تعملها وكل وعي وكل امنياتك، كل مستقبلك. كان جميل جدا. العنف طبعا كان ليه دور كبير، سواء عنف الأم تجاه الحما والابن. أعتقد في غروب في منتصف النهار، أعتقد إن الأم كانت مجنونة وقتلتهم، وصلتني بالمعنى ده. مش عارفة طبعا كانت حقيقة ولا لا، بس دي كان يا اما فصام يا اما كان عندها مشكله. وطبعا عنف الزوج عشان العيلتين يحلوا مشكله فضحوا بالبنت. فهي في الاخر طبعا بيهزأ من قدرتها ان هي ماسكه حجر، يا حرام طبعا اتطخت من زمان. فانا فانا سعيده بتقديم العنف بالشكل الهادي دوت، وفي نفس الوقت بيبين حاجات احنا مش ممكن كنا نعرفها او نشوفها بالانساق الثقافيه والطريقه دي، من دايه لموت، للرغبه كل شويه ولاده علشان الاطفال يبقى في ولاد عشان يبقوا موجودين، ما يبقاش بنت بس. يعني كل ده ما كانش ممكن يكون موجود غير بقلم حضرتك، وبقلم بالقاف وبالالف. وشكرا جدا لك. شكرا. شكرا يا شكرا سحر. للشكر. والله ضحكتينا بجد، اخيرا ضحكنا الحمد لله يعني. شكرا ليكي بجد. دكتورة سحر معانا دكتورة سارة وصلت، بس هسيبها تلتقط أنفاسها شوية عشان عارفة إنها جاية من مشوار صعب، وخلي المحادثة مع بيتر أو المداخلة مع بيتر ويكلمنا عن نفس المجموعة. اتفضل يا بيتر. مساء الخير على حضراتكم جميعا. آه، يعني طبعا انا دايما مش عارف ليه، انا دايما كل مره باجي اتكلم صدى ذكرت القصه لازم اشكركم ان احنا دايما بنتعرف على ابداعات جديده من كل حد بيصاب في مصر وفي الوطن العربي. بتقدم كتابات لازم نعرفها. احنا كاجيال يمكن جديده ما شفناش كتابات كتير جدا كانت مجهوله بالنسبه لنا، فانا بشكركم. وده مش مجامله، مش عشان انا احد اعضاء الجروب، لكن بجد احنا بشكركم. ودايما يا رب نشوف كتابات جديده وابداعات جديده تستحق ان احنا نحتفل بيها. اختصارا طبعا الوقت عشان طبعا يعني نخش في مناقشه المجموعه. المجموعه القصصيه انا شايفها ان هي بتحمل سمات فكره المنطقه الجغرافيه. يعني انا في رايي ان كل السمات هنا سمات مكانيه، كل قصه مرتبطه بمكان وبتبني عليها الاحداث الكاتبه، وهنا ركزت الكاتبه على الحدث ما بين المكان وبين الاشخاص. انا في رايي برضو ان لو نفس هذه الاحداث حصلت ممكن في مكان تاني او في انماط تانيه ثقافيه، ممكن ما تكونش ردود افعال الابطال بنفس هذه الردود. يعني انا شايف ان ممكن لو حصلت هذه الاحداث في اماكن تانيه ما يكونش بنفس هذه ردود الافعال. عشان كده احنا عندنا عدد من المجموعه من السمات المشتركه اللي ممكن نرصدها داخل المجموعه. يعني اول سمه ممكن نشوفها واللي اتكلموا عنها كل الساده المتحدثين اتكلموا عنها المجموعه، فكره العلاقات او العلاقات العائليه. ودايما على فكره في قصص الجنوب، يعني حتى كنت بقرا من كام يوم كده، بقرا ليحيى الطاهر عبد الله وحجاج ادور ومحمد مستجاب. عندهم فكره العائله، او هي في الصعيد بشكل عام بيحتفي باحتفاء بالعائله. يعني فكره الاب، الام، الجده دي طبعا برضو ليها دور كبير جدا في اي عائله في الصعيد. يعني الجده دي ليها دور كبير
كل ده بنشوفه في القصص الجنوب بطريقه فيها نقدر نقول فيها تنوعات وفي اشكال مختلفه. يعني علاقات مثلا بين الاخت واخت، مثلا الاخ والاخ، وهكذا. من داخل قصص المجموعه بنشوف علاقات ما بين الاخت الكبرى مثلا والاخت الصغرى، بنشوف ما بين الابنه والام والزوجه والجده وهكذا. كل ده بيعبر عن مدى التقارب اللي احنا ممكن نشوفه داخل القصص المجموعه. الشكل طبعا زي ما قلت ان بشكل عام ان المكان له دور كبير جدا في فكره تصدير الاسره. الجنوب، جنوب الصعيد برضو في فكره العائله اللي هي العائله بشكل يمكن يشبه القبليه شويه. يعني هنلاقي ان فكره فلان ابن عيله فلان وهكذا دي موضوع له علاقه بالتكوين الاجتماعي نفسه اللي موجود في العائلات الصعيد بشكل كبير. يعني مثلا حتى لما بنروح لفكره الحكايه الاولى اللي هي دماء على ثوب مريم، هنلاقي علاقه رباعيه بين ام وبين ابناء. وفي اللي هي بقى ايه فكره المسؤوليه كمان تنتقل من الام الى الابنه الكبرى. علشان كده لما حصل وماتت الابنه الصغرى، حست ان في كمان شعور بالمسؤوليه، يعني انتقال المسؤوليه من الام فالابنه وهكذا. عندك افكار المسؤوليه ما بين الام للجده. كمان الحكايه في حكايه الثالثه فكره قصه معادله، بيشوف كمان برضو علاقه رباعيه بين ام وثلاث ابناء. الحكايه برضو الثامنه كان في علاقه برضو بين الابنه ووالدها. وكمان هنا حتى بتستهل القصه بعباره اين ابي؟ اجابتني امي وكذلك جدتي بالجواب نفسه، ابوك في السماء يا يم. وتمتد كمان الحكايه في حكايه 12 برضو نفس الكلام اللي هي في قصه اربعاء ايوب، عن برضه في ظل وجود الاب كقيمه الاب وفي ظل عدم وجوده. بشوف بقى الكاتبه ضربت عصفورين بحجر واحد. انا شايف ان الكاتبه عملت على موضوع الهويه ولعبت هنا على موضوع الهويه، ولعبت كمان على موضوع الاغتراب ومعاناه عائله المغترب اللي لما بيطلع بره بلده ممكن يحصل له ايه. كمان هنا رغم كل المظاهر الثراء اللي حاولت الكاتبه بتصدرها على لسان المعلمه اللي بتقول التمعت عين المعلمه من فرط سعادتها وسالتها بلهفه هل عاد ابوك من الكويت؟ طبعا بترد عليها وقالت زينب وهي تهز كتفيها لا، ولكنه ارسل لنا نقودا وعطره وملابس ولعب وبطاطين مع صاحبه وسياتي العام القادم. لكن بنشوف بقى الختام ده الصادم شويه ان القصه وعملت زي كده ايه ممكن نقول مقارنه بين البدايه والنهايه. يعني بتصور لنا بقى مرارة غياب الاب. يعني بنشوف ان هنا عملت مقارنه وسمعت انها كانت زينب تبكي ترى ما الذي يبكيها ولماذا ام زينب كانت تطفئ النور. المحور الثاني برضو المشترك في قصص المجموعه الطبيعه بقى بكل عناصرها، وفكره برضو حضور الحيوانات اللي كانت موجوده على شكل رموز واشارات. طبعا القصه الاولى واضح جدا رمز استخدام فكره الذئب اللي كان موجود برمزيته الشريره مع وجود فكره الطبيعه في الحاضره في جمله زراعات القصب على سبيل المثال. برضو في الحكايه رقم 2 بنجد كمان النهر كمان عنصر اساسي حاضر في القصه. انا وانت والشيخ نقاطع هذا النهر الى ان يتطهر ويذهب عنه السحر الاسود. برضو في حكايه 4 اللي هو مساء الالوان المبهجه، هنا بقى الكاتبه لعبت على فكره الالوان وقيمه الالوان وعلاقتها برضو بالطبيعه، لكن بالصوره اللي هتشوفها الكاتبه او اللي الكاتبه نقدر نقول هتتفاعل معاها بقى باللون. يعني اللون هنا هتحول عند الكاتبه بلون تفاعلي مختلف عن الانماط اللي هي المعتاده. يعني حتى في الاسئله اللي كانت موجوده داخل الاحداث بيقول اعطي. هنا بقى ايه الكاتبه صرخ ما لون السماء يا بنت؟ قلت زرقاء بلون الموت خنقا. نكزني وصاح ما لون الشمس؟ قلت برتقاليه بلون اللهب. وتقاطع السماء يا عمياء رماديه تحمل في جوفها دموعا كثيره. كمان الكاتبه بتتكلم على لسان احد المدرسين وكانها بتدينا بقى السؤال بقى اللي بتناقش بيه زي ما قلنا اختيار بطله القصه للالوان او الشكل اللي هي تشوف عليه اللون. فسالني الاخير الاسئله نفسها ولكنه اضاف عليها سؤال لماذا تغير الوان الاشياء؟ قلت لاني اراها من خلال الواني افضل واجمل. في الحكايه برضو رقم 5 في غروب منتصف النهار، اكثر مثال كان موجود على رمزيه الحيوان والطيور في الاحلام، حيث بتقول في الليله السادسه على التوالي الا ارى ذلك الكابوس اذا تنشق السماء عن حدات شرسه تتقدم سرب من الغربان يحلقون فوق صغيري الذي يلهو. المحور الثالث اللي كان فيه حضور
بشكل كبير جدا. انا بتهيألي كل القصص اللي كانت في المجموعه بتتكلم عن محور الموت، والموت هنا بكل بقى مفرداته الداله عليه، وسواء الموت المعنوي او حتى الموت الحقيقي اللي بيحدث. طبعا زي ما شفنا ان منذ القصه الاولى عنصر الموت موجود، ولكن في القصه بقى اللي فعلا نقدر نقول ان هي اتكلمت عن الموت بشكل يعني واضح جدا، فكره يا عزيز عيني. القصه بدات بخطابات مرسله لشخص وبتكتشف بعد كده انه توفى في نهايه القصه، لكن من خلال السرد نفسه احنا بنشوف ان الفقد في حد ذاته او السؤال او الحرمان من الشخص هو موت، هو موت معنوي. يعني هنا الكاتبه كمان بتتكلم على ان قبل ما تكتشف ان هو مات او قبل ما يبعتوا لها الجواب من العراق، هي كانت فعلا بتعيش هذا الموت من خلال الفقد ومن خلال الاسئله الكثيره اللي كانت بتحاول ان هي تسالها عنه وبتبعت له كل هذه الخطابات. طبعا عدم الرد هو في حد ذاته كان موت معنوي. وكمان كمان النقطة المهمة جدا اللي من خلال سرد الخطوات دي كل ده بيأكد لنا إن الغياب تساوى مع الموت. مظاهر الموت برضه تمثلت حتى في نمط الحياة كمان. يعني هنا نشوف الأبطال القصص في مساء الألوان المبهجة بتكرر مع تكرار نفس الحديث عن مظاهر الموت. بتقول وهل علمت، وهنا لماذا قطع النهار لأنه لم يغتسل بعد من لون الموت. هنا برضو فكره المفردات المتشابكه مع الحديث عن الموت. المحور الرابع اللي هو بقى يعتبر ملخص العام لكل هذه الاحداث اللي كانت موجوده هي حياه القريه بكل بقى مظاهرها. هنشوف مثلا انماط بشريه بتعيش فيها، حتى التحولات اللي هي اللي بنشوفها حصلت للقريه في السنين اللي فاتت او في النص الثاني من القرن العشرين. بنشوف تحولات كثيره جدا مرت على القريه، سواء بالسفر سواء بترك الارض واتجهت مثلا نحو الصناعه وقله الزراعه وهكذا. كل الانماط والتغيرات دي قصدتها الكاتبه في كل قصصها، سواء في فكره السفر، الاغتراب، البحث عن المال. كل ده ممكن نشوفه مثلا في حكايه طائر من الشمال. بنشوف مثلا مشهد لحياه القريه بدايه من الاستيقاظ المبكر، وبعد كده بتتكلم مثلا بتقول على اصوات الضيوف الى حديث عن جني القطن واللي كان طبعا موجود في السابق. برضو الكاتبه اتكلمت عن فكره، عملت بعض التناص مع مثلا مع النص الديني، زي مثلا القصه الاولى وحكايه مثلا يوسف واخواته وهكذا. فكل ده كانت الكاتبه ركزت عليه برمزيه، لان طبعا كان في بعض القصص اللي هي ممكن بتتكلم بصيغه يعني بصيغه واضحه اوضح شويه، لكن في قصص كانت بتستخدم فيها الرمز بشده وبكثره. وده النمط اللي كنت بتكلم عليه من البدايه، ان هي استخدمت العناصر الجغرافيه المرتبطه بالمكان مع حضور الرموز. شكرا جدا لحضراتكم، واعتذر عن الاطاله، وشكرا يا استاذه جمالات. شكرا استاذه مريم. شكرا بيتر. انا عارفه ان عندكم كلكم كلام كتير، عشان كده انا ما كنتش صارمه في موضوع تحديد الوقت النهارده. تشيح النسوة بأيديهن ويرددن منذ متى تعمر بنات المدينة في قرانا ويقولن باعتزاز أما بناتنا الله أكبر قويات يأخذن عافيتهن من الشمس، وشمسنا الله أكبر تخرج من وراء الجبل بخيرها وعافيتها. أما شمس البحروية فباهتة تخرج مطفأة من وراء البحر، والبحر يأخذ عافيتها. نموذج البحروية ونموذج المرأة الصعيدية ورواية يا حبة الروح اللي هتكلمنا عنها دكتورة سارة كويسي. الحمد لله على السلامة يا دكتورة سارة.